رجعنا لحضراتكم مرة أخرى، شفنا مع بعض التقرير الخارجي. يمكن برحب بضيوفي طبعا مرة أخرى، وموضوع الاختلاف في الود في الرأي لا يفسد للود قضية. كان فيه شوية خلافات كده أو اختلافات في الآراء. يعني يمكن أنا يمكن يا جماعة دايما في برامجي الحوارية بحب اطلع بنتيجه لما اكون بناقش مشكله او قضيه معينه. القضيه وبالذات لما تكون قضيه عامه تهم قطاع زي قطاع الشباب، تهمنا كلنا، تمام. بحب دايما من ضيوفي يدوني اراء وحلول منطقيه وعمليه يؤخذ بيها لحل المشكله. لكن النهارده انا لما اقعد على طاوله مفاوضات، انت رايك مش عاجبني وانت رايك ماشي، احنا بنختلف ودي ظاهره صحيه، ولكن في النهايه احنا متفقين على مبدا واحد، ان احنا بنحب مصر، بنحب بلدنا، ومتفقين كلنا على حل هذه المشكله او مشكله ما. النهارده انا قدام مشكله زي مشكله البطاله اللي بتهم قطاع كبير من الشباب، مش عايز اقول كل الشباب، ومش عايز اقول ان البطاله مش وليده النهارده، عشان النهارده ما احملش كامل المسؤوليه لحزب الحريه والعداله، لا. مشكله البطاله يا جماعه مشكله بتنتقل معانا من عصور سابقه، فهي مش وليده النهارده. ولكن النهارده انا بكلم حزب الحريه والعداله بما انه النهارده هو الحزب الحاكم وهو اللي بيملك زمام الامور النهارده، وكلنا او باقي الاحزاب او باقي القوى السياسيه المعارضه او المختلفه معاه، فهي كلها بتقدم ايد المساعده. ليه؟ لان الهدف واحد. النهارده انا يعني مش عايز اطول على حضراتكم، ومش عايز انا اخد كل الوقت، انا باقي معايا حوالي 7 أو 8 دقايق بالظبط في الحلقه. فيعني معايا استاذ اسامه، قدم لي حل من وجهه نظرك كحريه وعداله لحل هذه الازمه او المشكله. كل واحد فيكم يا جماعه في خلال دقيقتين يقدم لي حل من وجهه نظره ومن وجهه نظر حزبه لحل هذه المشكله. هبدا باسامه، دقيقتين كاملين ونحسبهم مع بعض ان شاء الله. اقل من دقيقتين. الحلول بسيطه جدا. تمام. دعم المشروعات الصغيره، ان احنا ندعم المشروعات الصغيره كمجتمع مدني، والجمعيات الخيريه اللي كل البلاد فيها جمعيات خيريه وشغاله في المشروعات الصغيره، تدعم هذه المشاريع وتعمل على النهوض بها وتوظيف الشباب في هذه المشاريع. الحاجه الثانيه ان احنا يبقى عندنا اعاده النظر في سياسه الخصخصه اللي هي يعني الناس كلها عانت منها، وكل البيوت وكل العمال في مصر عانوا من سياسه الخصخصه. لازم يكون في اعاده نظر، خاصه المشاريع الكبيره اللي هي ناجحه، المشاريع العامه والمشاريع الحكوميه الناجحه، نبعد عن الخصخصه. طب انا مش عايز لا احنا مش عايزين برنامج الحزب في الحته دي. طب بص استاذ منصور، بقول لحضرتك هو علق على ده في الدقيقتين بتوعك، وقول هو قال كذا وانا ليا رد فيه، بس سيبه ياخد فرصته. انا بتكلم في اعاده النظر. انت عاوز دقيقتين كاملين. رؤيه الحزب مش كده؟ مش تمام. ايوه رؤيه الحزب. تمام. ده مش كلام عمومي. لا ده مش كلام عمومي، ده من رؤيه الحزب ان انا اعيد النظر في سياسه الخصخصه، خاصه في المشاريع الكبيره اللي ناجحه. شركه زي شركه المحل ما ينفعش انها تخصخص مثلا، طبعا هي مش مطروحه، بس في شركات كبيره عامه وناجحه ما ينفعش انها تنطرح على ايه؟ على طاوله الخصخصه. الحاجه الاخيره تحسين وتشجيع مجال الاستثمار. انا كمستثمر مش هاجي اضخ اموال في البلد واستثمر وفي عدم استقرار سياسي، وفي ناس متربصه لبعضها ومش عارفين، مش هينفع ان احنا نستثمر فلوس. فتحسين مناخ الاستثمار عامه هو اللي هيشجع على فكره استاذ اسامه انت قلت لي في اقل من دقيقتين. اخر حاجه، اخر رساله، اخر حاجه طيب بقول للناس ايوه دي الحزب امريه شخصيه. لا رؤيه الحزب هنتناقش في ده بعدين عشان وقتنا بس. على موقع الحزب والحريه والعداله في برنامج ما دخلنا كتير لا يا فندم والله. بعدين بس رساله اخيره لكل الناس اتفضل. تفاءلوا بالخير تجدوه ان شاء الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. استاذ هشام، هي البدايه مشاركه جميع القوى السياسيه على مائده واحده. تمام. نقعد كلنا مع بعض وكل واحد يطلع البرنامج بتاعه ونتواصل كلنا مع بعض ونبدا نوضع حل، لان حزب لوحده مش هينفع. تمام. لو قلنا حريه وعداله ونحط عليها عاوزين 30 سنه عشان نحل المشكله بتاعتنا زي 30 سنه اللي قبليهم وما اتحلتش. فاحنا عاوزين كلنا نقعد مع بعض ونوضع خطه واحده في مده قصيره جدا، مثلا 3 سنين 4 سنين 5 سنين، يكون الموضوع دوت منتهي ويكون البطاله انتهت بالنسبه لمصر. ولكن لو كلنا تعاوننا مع بعض، ولكن كل حزب بيشتغل لوحده ومفكر ان هو الحزب اللي ماشي صح، وطبعا كل الشباب ضايع. كل الشباب النهارده في شارع ضايع، مش لاقي الا الميدان واقف فيه. الله يفتح عليك يا استاذ هشام، وكلام جميل ومنطقي يعني. طيب احنا عاوزين نوصل لحل، فالحل كلنا لازم نتعاون مع بعض. تضافر جهود، لازم نتعاون مع بعض. تمام. استاذ وليد، طبعا انا هبتدي يعني اي مشكله خلال الفتره الانتقاليه ديت
عايزين رقم واحد اعلاء المصلحه العليا عن اي مصلحه حزبيه. جميل. بلاش حزب الثوره وحزب حريه، احنا دلوقتي تسقط كلنا مصريين. مصر اكبر من الجميع بالظبط، والمشاكل اكبر من الجميع. دي رقم واحد. 2 عايزين يعني الغاء او لغه التخوين والاقصاء لكل الاحزاب السياسيه زي ما قال الاستاذ هشام والاستاذ اسامه. الحاجه الثالثه يعني عايزين نقول يعني نقول مبدا، عايزين مبدا العمل مش الكلام، عايزين مبدا التعاون ونبذ الفرقه ده اساسي. يعني دول 3 حلول، حاجات اساسيه لحل اي مشكله خلال هذه الفتره الانتقاليه. الامر الثاني بالنسبه لمشكله البطاله وتشجيع الاستثمار، هقول تشجيع الاستثمار 3 حاجات، هو ده المخرج الوحيد لحل مشكله البطاله، زائد شراكه الدوله مع قطاع الاستثمار، واعاده هيكله بعض المصانع. عندنا على فكره مصانع كتيره جدا شغاله بس للاسف هيكلتها وبتخسر. لا احنا عايزين نعيد هيكلها، عايزينها بدل ما كانت بتستوعب 1000 واحد تستوعب 10000 واحد، يبقى الدوله لها دور، يبقى الاستثمار والقطاع الخاص ليه دور المجتمع المدني. 3 حاجات مع بعض، تضافر جميع جهود الدوله، هو ده جهود المواطنين، هو ده اللي هيعمل باذن الله يعني حاله افضل وحاله رواج باذن الله للمشكله ان شاء الله باذن الله. استاذ منصور، وهتاخد 3 دقائق مش دقيقتين. الله يبارك لك. انت حسيت باللي جوايا. انا حاسس انك عاوز تتكلم. بس يا ريت نتكلم في حلول. ما انا هنتكلم في حلول، بس قبل ما نتكلم في الحلول برضه هعقب على كلام الزملاء او ما هو حضرتك هتعقب على كلام الزملاء. لا ده في عشان ما فيش وقت، ده في نص دقيقه الزملاء هيضطروا يردوا. لا احنا كده لا الاستاذ اسامه اتكلم وقال ان دي رؤيه الحزب مش رؤيته الشخصيه. انا من وجهه نظر الشخصيه زي 1000 مواطن او مليون مواطن لم يحدث اي شيء من الشعارات الجميله اللي اتقالت. 5 شهور طبعا ده حاجه منطقيه. اذا كنا احنا في شهر، لا يا استاذ وليد، احنا كنا في شهر واحد اسبوع بنشتغل، لا عاوزين نشتغل في يوم واحد بنشتغل. احنا كلنا اقول لك زي انجزنا. طيب قدم لي بقى حل يا استاذ منصور. انجزنا عندنا، انت ما تسمعش عنه، بس احنا في الارض شغالين، احنا موجودين وبنسمع عن احزاب كتيره مش موجوده. على فكره يا استاذ منصور يعني الوقت هيخلص وكده هيقطعوا علينا على الهواء. انا ما اسمعش عن حزب الثوره، انا عاوز اسمعك. ما حدش يسمع عن حزب الثوره، بس جوه الميدان شغالين. طب انا عاوز اسمعك استاذ منصور. طب اديني برنامج حزب الثوره في عجاله. طب يا جماعه نسمعه. عندنا ما يقل عن 2000 خلال هذا الشهر اتمرنوا على الكمبيوتر، على شغل الكمبيوتر، وهيشتغلوا في شركات موجود فيها اعضاء داخل الحزب. جميل. واشتغلوا في جميل. طبعا احنا بنسعى عشان ندور على الشغل في الشارع، وده شيء يسعدنا. ده شيء يسعدنا. عندنا في ده شيء يسعدنا والله. الحريه والعداله في كل قاره في مصر، والناس كلها عارفه. معلش انتوا بتخدموا نفسكم مش بتخدموا الوطن. لا احنا مش عاوزين نوجه كلام يا جماعه، مش عاوزين نوجه كلام بشكل شخصي. طيب بنخدم نفسنا. طيب انا واحد من الشباب، كلنا بنعرف نفس المشكله. ما هو انت بتوجه له انتقاد، وانا قلت لك هو هيضطر يرد. طب انا قدم لي حل. احنا بالنسبه للتدريب على المهن احنا شغالين في هذا الاطار. تمام. وكل الاعضاء اللي موجودين، اللي عندهم شركات واللي عندهم وكالات دعايه واعلان واللي عندهم بداوا يستوعبوا الناس فعلا بالفعل. الحاجه الثانيه في المجال الرياضي، قلنا ان احنا شغالين في دوري الاكاديميات اللي مع الكابتن دي احنا قلناها النقطه دي. شغال معانا من الناحيه الرياضيه. تمام. عندنا في المجال الابداعي عندنا زميله اسمها ميرفت جابر، دي عضوه برضو موجوده وعندها في حزب الثوره، وعندها ده نادي الادب ونائب رئيس اتحاد شعراء مصر. يعني مش عاوز اقول لحضرتك ان هي برضو فاتحه مجال للتوظيف وللعمل في هذا الاطار. ازاي؟ ده برنامجنا، احنا مش عاوزين حد ياخده مننا، احنا شغالين في اطار سياسه معينه لمصلحه الشباب. ما تضحكش يا استاذ. طيب في النهايه في عاوزين بس نقول ان الكلام اللي قالوه اتفاق القوى السياسيه، انا من وجهه نظري شايف، من وجهه نظري مع احترامي للاخ هشام، انه لن تتفق القوى السياسيه، والدليل على كده ان من 25 يناير لغايه النهارده لم تتفق القوى السياسيه ولم يتفق الاسلاميون نفسهم، رغم ان انا من الاسلاميين، انا اسلامي، ورغم ذلك النور والاخوان لم يتفقا. والاخوان نفسهم لم يتفقوا مع بعض. طيب انا وجهه نظري، انا حر في وجهه نظري. انا جاي النهارده عشان نتكلم. انا جاي النهارده، انا كده ما عادش معايا وقت يا جماعه. انا جاي مشاكل الشباب احنا فعلناها. احنا فعلناها فعلا. الشباب بنتناقش بعد الحلقه. طبعا وجودكم معايا النهارده. مشاهدينا بكده بنكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا النهارده من شباب بلدي. شكرا والى اللقاء.